أقول لك النهاردة على محاضرة قالتها الدكتورة إيرلين تايلور، الخبيرة الأمريكية المعروفة في علم الدماغ. هي في المحاضرة طرحت سؤال بسيط وقالت: لماذا بعض المرضى بيتحسنوا بسرعة رغم خطورة المرض، بينما آخرين شفائهم بيطول رغم إن حالتهم بتبقى سهلة؟ هي بتقول إن السؤال ده قادتها إلى رحلة طويلة استمرت سنوات، ودرست آلاف الحالات وأجرت مقابلات مع مرضى وراجعت بيانات علمية دقيقة، وقالت النتيجة المذهلة. اكتشفت أن الناس اللي بتخف بسرعة بتأدي الصلاة. أيوة، قالت إن الصلاة بتغير الدماغ. وهي بتقول إن أنا استخدمت تقنيات تصوير الدماغ الحديثة أثناء الصلاة وأثناء التأمل، وقالت إن لاحظت إن بيبقى فيه زيادة في النشاط الكهربائي في مناطق الدماغ المرتبطة بالراحة والسكينة. وقالت كمان إن التأمل والصلاة بتخفض مستويات هرمون التوتر وبترفع هرمونات السعادة. بس بتقول مش الصلاة بس، لا، الصلاة مع العلاج. وبعدين بتقول يعني الصلاة مش طقس روحي، هو دواء حقيقي مع العلاج والأدوية. وحكت تجربة سيدة عندها 50 سنة كانت بتعاني من مرض خطير، والحقيقة الأطباء يعني كانوا توقعاتهم محدودة بالنسبة للشفاء، لكن قالت إن هذه السيدة كانت بتصلي وتدعو، ولاحظوا إن السيدة دي بدأت تتحسن ومزاجها يتحسن والجسد أيضا يتحسن، والعلاج جاب نتيجة والجسم استجاب للعلاج. هي بتقول خد بالك الصلاة مهمة وفي نفس الوقت بتخليك يعني بتزود عندك هرمونات السعادة وتقلل هرمونات التوتر، لكن بتقول خد بالك الصلاة ما بتحلش محل العلاج، لازم العلاج الطبي، لكن الصلاة بتكمل العلاج. وقالت انت يعني العملية ببساطة انك انت ما بتؤمن بشيء ايجابي عقلك بيتعامل على انه حدث فعلا. هي بتقول دايما لا تتوقف عن العلاج ولا تتوقف عن الصلاة. حقيقة حبيت اقول لك على محاضرة مهمة لدكتورة كبيرة في علم الدماغ، لان فعلا هي فادت ناس كتير بهذا الرأي. تحياتي وخالص شكري على انك استمعت الي، وكل عام وحضرتك بصحة وعافية.